يسألني هل الإنجاب للرجل الفقير جريمة؟ طبعا جريمة، ما في شيء اسمه يجي الولد وتجي رزقته معاه. بهولندا مثلا لا عندها نفط ولا عندها شيء، يخلفون ولد وبنت، أو بس ولد أو بس بنت، وعندهم 20 بقرة 30 بقرة بالبيت. اقتصاد قوي على الأبقار بس. هولندا، الدنمارك، سويسرا، على الأبقار. السودان، إقليم دارفور أكبر من هولندا بس الإقليم. زين. والسودان عندها 100 مليون بقرة، وهولندا عندها 10 مليون بقرة. السودان تستورد الأجبان والألبان من هولندا. أنت إيش عندك بالعالم العربي؟ عندك 30 40 ولد 20 ولد، ما عندك ولا بقرة ولا صخلة أساسا. تروح تشحذ شو اسمه سطل لبن وصحن لبن مدري شو يسمونه وخاثر ومدري شو من الجيران. ولدك بقى جوعانين، قال يجي الولد وتجي رزقته معاه، ومتجوز لي 4 نسوان ويفرخ ويكب. طبعا جريمة كبرى لما تجيب كائن على هذا الكوكب بلا رعاية صحية بلا تعليم بلا كل شيء. أنتم اهتميتم بسرير النوم أهم من مستقبل البلاد وأهم من الاقتصاد. أنتم فضلتم سرير النوم على الاقتصاد ومستقبل البلاد وروح العباد. تخلفون وتكبون، تنكح المرأة بغرفة النوم وتكب من الشباك عيال على الشارع والشارع يربي، وآخر شيء تقول لي الأمة ليش متخلفة والاقتصاد ليش منهار. هاي المنظومة كلها مجتمعيا لازمها توعية، لازم الدولة تحدد النسل. ناس تكب جراوي وتكب جرابيع وتكب صيصان، تكب وتنكح، نكح نكح كب كب من غرفة النوم ومن الشباك على الشارع. ايش بلاكم انتم؟ ما في شيء رزق يجي من السماء. انا سألت الممرضات في المشافي والطبيبات، قلت لهن هل مرة من المرات ولدتن ولد واجا معاه ربطة فلوس يجي رزقته معاه 1000 يورو 100 يورو اجت مع الصبي لما طلعتوه بين فخاذ امه؟ قالت له ما صار شيء. خلاص معناته ربي بقر، جيب مرة وبقرة، خلف 10 عجيان و10 بقرات، ماني ضدك، أنا معك، سوي توازن على القليلة. شو السالفة هذه؟